السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ مين حضرتك؟ برنامج، بس بنصور برنامج. اقفل بعد اذنك، اقفل بس اقفل عشان تكمل الحديث، احنا في مسجد احنا. اسف ان قطعت عليك القراءة. وقف بعد اذنك الفيديو. ممكن تفهم احنا بنعمل ايه؟ بس احنا برنامج اسئلة دينية. تسأل اللي بره، جاي لامام المسجد تسأله. مين طلعكوا هنا اصلا؟ انا صليت وراك العصر طلعت لك على طول. طب خير، عايز ايه؟ اسألك بس سؤال عشان بس ننصح الشباب. طب اتفضل، مفيش مشكلة. ما هو اسم الرسول ثلاثي؟ انت ازاي ما انتش عارف اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان انا سألت واحد قبل كده ما جاوبش عليه، بيقول لي مش عارف. اسم الرسول ثلاثي. مش عارف. ما يعرفش اسم الرسول ثلاثي. المصيبة برضو مش في اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا دخل علي ناس كتير بيسألني انا ازاي اصلي لما يبقى عنده 20 سنة ومش عارف يعني ايه صلاة جهرية ويعني ايه صلاة سرية. نقدر ننصحهم بايه؟ عايز تيجي من البداية. الإنسان مننا لو محتاج يعرف حاجة هيعرفها. ما تقوليش أصل أنا ما حدش قال لي، لا، أنت لما بتعوز حاجة بتخش على اليوتيوب وبتكتب أغنية فلان اللاعب الفلاني، اشمعنى في أمور دينك ما بتعملش كده وتقول ده المشايخ اللي مقصرة. احنا ما تعودناش ان احنا ناخد أمور ديننا رقم واحد. لا، ممكن نخلي الصلاة ديت آخر حاجة. أنا في الجامعة طول النهار على الظهر والعصر والمغرب مع بعض والعشاء، وبعد كده إيه أبقى أنام. ربنا بيقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لدرجة إن ربنا جل في علاه أخبرنا عن طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ينفع تصلي بالجزمة. أنت هتصلي ومتاح ليك في الدنيا الوقت إنك تصلي بسهولة. لو ما صليتش هتصلي غصب عنك. ربنا بيقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وانت بصحتك وبعافيتك وربنا دعاك للصلاة انت ما صليتش، لكن كل صلاة فاتتك هتقضيها فوق شئت أم أبيت. وهتقضيها فين؟ في نار جهنم. هو مين فينا أصلا يقدر يتحمل النار دي؟ انت تعرف في حديث أنا قرأته يا ابني، أنا ما أعرفش المنصة دي نظام ايه وأخبارها ايه، بس هي بتوصل رسالة للناس وهدف معين، اسمها برنامج بتوع الشارع. انت ما تيجي نسميها بتوع ربنا. أنا قرأت حديث كاد شعري أن يشيب لوصف لما نقول جهنم او النار. الناس مفكره ان هي بتعدي بتمر على كلمه جهنم دي مرور الكرام. يا ريتها نار زي نار الدنيا. اعلى نار في الدنيا انت تتخيلها ايه؟ نار التنور، نار البراكين. تتخيل نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الاخره. يعني الانسان مننا العود الكبريت اللي بولعه يجي عليه طرفه ما بيتحملش، وبيجري يحط مراهم ويجري يحط وياخد ادويه هنعمل ايه يوم القيامه؟ النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل جبريل على رسول الله في حين خير الحين الذي كان يأتيه فيه، مش متعود يجيله مثلا وقت الظهر، فإذا بالنبي يقول يا جبريل ما لي أراك منتقع اللون، أنت وشك متغير ليه؟ فقال له يا محمد والله ما أتيتك حتى أمر الله بمنفاخ النار. قال يا جبريل صف لي النار وانعت لي جهنم. قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقد على النار 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضاء شرارها ولا ينطفئ لهيبها، والذي بعثك بالحق نبيا لو أن خازنا من خزنة جهنم اطلع على أهل الدنيا لماتوا جميعا من نتن ريحه ومن قبح منظره. شوف بيننا وبين النار مسافات قد ايه، ولو أن خازن من خزنة جهنم دول بص على أهل الدنيا، بس بص عليهم بص كده ورجع، لماتوا جميعا من نتن ريحه. والذي بعثك بالحق نبيا لو أن قدر ثقب إبرة من جهنم فتح على أهل الدنيا لماتوا جميعا من شدة حرها. والذي بعثك بالحق نبيا لو أن قدر حلقة من سلسل جهنم التي نعتها الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لانتفضت بها إلى الأرض السفلى. فقال حسبي يا جبريل كاد أن ينخلع قلبي فأموت. فبكى جبريل وبكى النبي فما زالا يبكيان حتى أنزل الله لهما أن أمنكما ألا تعصيا. تخيل ده حال سيدنا النبي اللي ربنا غفر له ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وده حال جبريل رسول الله إلى رسل في أرضه.
فما بالك احنا بقى حالنا احنا اللي اصلا ضيعين صلاة مضيعين صيام، ولا كأن هناك إله يطلع، وكأنه بيننا وبين الله من الحجب ما نظن أن الله غير مطلع عليه. انا عاوز اقول لك يعني انا وانا بساله مصدوم ان هو ما جاوبش. أما بقول له بقى- اسم الرسول ثلاثي مش عارفه. أما بقى بالنسبة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. فاسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نذار ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. هو مين هينفعنا في الآخرة؟ مين؟ سيدنا محمد عليه افضل الصلاه. هو في حد غير سيدنا محمد هينفعنا في الآخرة؟ أبوك هيقول لك نفسي نفسي. أمك اللي هي ممكن تكون بترن عليك وأنت بره 1000 مرة، أو بترن عليك وأنت بره 1000 مرة، هتقول نفسي نفسي. ومحدش هينفعك في البشرية كلها إلا هو بس. عشان كده المفروض حتى صاحبك اي حد. صاحبك مين؟ يوم يفر المرء من أخوه أقوى حاجة أخوك، وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. مفيش حد هينفعك. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا عمر أتحبني؟ قال: والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من ولدي. قال: تحبني أكثر من ولدك يا عمر؟ قال: إي والله يا رسول الله أحبك أكثر من ولدي. فقال: يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من زوجي. قال: تحبني أكثر من زوجك يا عمر؟ قال: إي والله يا رسول الله أحبك أكثر من زوجي. قال: والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من مالي. قال: تحبني أكثر من مالك يا عمر؟ قال: إي والله يا رسول الله أحبك أكثر من مالي. فقال: تحبني أكثر من نفسك يا عمر؟ قال: لا يا رسول الله. صريح سيدنا عمر صريح. احنا لو دلوقتي في مجتمعنا ده عايز مصلحة من واحد: انت بتحبني؟ ده انا بحبك اكتر من نفسي. لكن سيدنا عمر لكن هناك نفاق. قال الصراحه. فسيدنا عمر مشى، والنبي بيقول له: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فسيدنا عمر مشى، فسأل نفسه بيقول: يا عمر من ينفعك يوم القيامة؟ مين اللي هينجيك من أهوال أنت تنفع نفسك؟ لا. ابنك ينفعك؟ لا. زوجتك هتنفعك؟ لا. فلوسك هتنفعك هناك؟ هتشفع لك؟ لا. فقلت: إنه رسول الله سينفعني في أهوال القيامة وعند الصراط وعند الميزان. فقلت: والله إنه إذن لأحب إلي من نفسي. فرجعت إلى رسول الله قلت: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي الآن من نفسي التي بين جنبي. فقال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. لازم النبي يكون رقم واحد في حياتك. ما تنسوش تصلوا عليه في الكومنتات. شرفت بالحلقه معاك. الله يبارك لك. وطالما في شباب هيتابعونا والناس هتستفيد على رأسي. يا ريت يا جماعه بقى تكملوه في الكومنتات، يعني لحد سيدنا ادم. موافق ان الحلقه دي تتذاع؟ توكل على الله، مفيش مشكلة.